سلام. اليوم راح نعمل مع بعضنا سلطة تقليدية من السلطات القديمة اللي كانت تقدم في المطبخ العنابي. اليوم راح نعمل مع بعضنا سلطة البحر ولا الساليكورنيا ولا لا ساليكورن، أو كما نقولوا حنايا باللغة العربية فاصوليا البحر أو لوبية البحر. نشوفوا مع بعضنا طريقة إعداد الوصفة وكيفاه نقولوا حنايا نعملوا الوصفة تاعنا خطوة بخطوة. هنايا رانا ناخدها 24 ساعة، كل 6 سوايع نبدل الماء، بما أنها كما نقولوا هي نوع من الطحالب البحرية اللي تجي أصلا مالحة، وحنا نحاولوا بالطريقة هذه نتخلصوا من الملح الزايد. أما الفوائد اللي فيها لا تعد ولا تحصى، كما نقولوا حنايا غنية بالفيتامينات، غنية بالمعادن، بالأملاح المعدنية، بالأوميغا 3، وغنية تاني باليود. مفيدة للناس اللي عندهم التهابات، كيما اللي عندهم تاني قصور في الغدة الدرقية. مفيدة لللاكتوز ولا التهاب المفاصل. هنا زدت عاود شللتها مليح من الماء اللي فيها وحطيتها هنايا في الماء تغلي. هنايا الماء تاعنا ما نحطوا فيه والو، بما انه ديجا هي مالحة اصلا. احنا نحاولوا انه نتخلصوا من الملح اللي فيها، هي غنية بالصوديوم، معمرة بالصوديوم، جعلها تجي مالحة. بالطريقة هذه نبدأ نحسب كي تبدأ تغلي 2 دقائق ونخليها، ومن بعد نحاها بالطريقة هذه ونحطها في الماء طول بارد. هنا المرحلة هذه مهمة ياسر، عقد ما كان الماء بارد عقد ما يعني تسهل لنا في ساعة ننظفوها وتبقى محافظة تاني على اللون تاعها بالطريقة هذه. خليها تبرد شوية ومن بعد نروح ننظفها كما قاعدين تشوفوا بالطريقة هذه. هنا طريقة واضحة. هنا سلطة البحر حاليا ما عادتش تتباع في الأسواق، يعني كما نقولوا حنايا في عنابة. يعني إذا يعني شفتوها ولا إذا شفتوها تتباع، يعني حطوا تعليق وقولوا وين تتباع. هنا في إيطاليا أو فرنسا تتباع مع الأسماك. نظفها بالطريقة هذه. إما إذا يعني شفتوا هنايا أطري ولا ما فيهش كما نقولوا حنايا العوادد وما اللي من الداخل، نحطها عادي وعلى جهة ونخليها. في المرحلة هذه نروح نعمل التهريسة تاعي. هنايا عندي شوية زيت زيتونة كما قاعدين تشوفوا، وعندي هنايا فص ثوم كبير ربيته بالطريقة هذه. وهنايا ما نحطش الملح، عندي فلفل كحل وعندي هنايا معكر حار. هنا انا ما عادش متوفر عندي قلب السردوك، هذاك الحار اليابس الصغير مش متوفر عندي. عملت هنايا معكر حار ونزيد هنايا تابل وكروية ونبدأ نقلي مليح بالطريقة هذه. وهنا نحاول اني نقص على النار به ما يتحرقش الثوم ويا مرار. بالطريقة هذه نحاول غير نسخن التوابل مع الثوم كلش مع بعضه، ونحط هنايا سلطة البحر تاعي ولا لا ساليكورن. ونبدأ نقلي مليح بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا. نحاول هنايا ما نخلي فيها حتى قطرة ماء إذا يعني سيبت الماء. هنا الناس اللي مازالت ما عملتش جام وعملت اشتراك تعمل جام واشتراك ولا إعجاب ولا لايك. هنا في المرحلة هذه نطفي على النار ونحط مغرف كبيرة تاع خل كما قاعدين تشوفوا ونحرك مليح. نعم بالطريقة هذه. هنا السلطة تاعنا واجدة كما قاعدين تشوفوا، وتتقدم السلطة هذه باردة كما تقدر يعني تتقدم دافية. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم وتكون على الأقل يعني فكرت الناس يعني بسلطة تقليدية عنابية
كما نقولوا حنايا اندثرت ومش يعني ما ولاتش تتقدم حاليا ولا متوفرة حاليا. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم سلام إلى وصفات أخرى إن شاء الله.